اهلا بيكم حبايب قلبي الغاليين في معلومه جديده على الماشي مع موما علشان ما ننساش. ايه معلومه النهارده يا موما؟ النهارده ازاي هنعرف ازاي نفرق بين النون الاصليه اللي من حروف الكلمه والتنوين؟ تمام، عشان صحابي هما بيتملوا ما بيبقوش عارفين هل دي تنوين ولا نون. طيب خلينا الاول متفقين ان التنوين ده عباره عن ايه؟ نون زائده ساكنه في اخر الكلمه تنطق ولا تكتب. تمام، وعندي منهم 3 انواع: تنوين بالفتح وتنوين بالكسر وتنوين بالضم. تمام، طيب اعرف ازاي الكلمه دي اذا كانت منونه ولا نون اصليه؟ تعال نشوف مثال. كلمه فنون، كلمه فنون انا نطقت نون، اعمل ايه علشان اعرف اذا كانت نون اصليه ولا تنوين؟ هحذفها. احذف النون الاخرانيه هتبقى فنون، لا الكلمه ناقصه، يبقى النون هنا ايه؟ اصليه. سكنها هتبقى فنون. تمام، طيب كلمه كتابا، هحذف التنوين او النون ديت واسكن الباء هتبقى كتاب. دي كلمه اسمها كتاب مظبوطه، يبقى النون اللي نطقتها دي ايه؟ تنوين. طيب فريق، احذف النون المنطوقه وسكن اخر حرف فريق. في كلمه اسمها فريق. طيب جيران، هل دي نون ولا تنوين؟ هحذف النون وانطق جراه، لا دي كلمه ناقصه، يبقى النون هنا ايه؟ اصليه من حروف الكلمه. لو عجبتك المعلومه ولا اول مره تعرفها اكتب لي في التعليقات، وما تنساش الشير واللايكات وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشارك زمايلك في مشاهده الفيديو عشان المعلومه تعم على الكل. وما تنساش تكتب لي برده في التعليقات امثله كتير عن كلمات منونه وكلمات فيها نون اصليه. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.